صباح الفل على الناس الحلوة. النهاردة معانا غسالة الأطباق. هعلمكم ازاي بنرص غسالة الأطباق، وازاي هتاخد مننا كمية كبيرة جدا ومش هنقف كتير في المطبخ خالص. أول حاجة الأطباق اللي عليها بواقي لازم تمسحيها بالمنديل زي ما أنا مسحتها، عشان الرواسب دي كلها هتنزل في الفلتر بتاع الغسالة، ومع الوقت هيعمل مشكلة والحاجة مش هتنضف. تمام. تاني حاجة هنرص الحلل الأول في أسفل الغسالة، في الرف السفلي بتاع الغسالة، عشان الحمولة ما تبقاش عالية لفوق. هنرص هننزل السنون. طبعا تفضل تختاري غسالة طبعا السنون بتاعتها بتتني عشان تعرفي تحط فيها الحلل كويس جدا. بترصيها طبعا. اول حاجة بنحط الحاجة التقيلة تحت، الاطباق الطويلة كبيرة تحت. بنبدأ نرص ما بين كل سن والتاني طبق بالشكل ده. طبق لو عميق شوية صغيرين بنقدر نحطه عادي عادي برضو. يعني مثلا هنا على طبعا السلة بتاعة المعالق. لو انت عندك حلل كتير جدا، لو اكتر من حلة بنشيل سلة المعالق، وهقول لك هنحط المعالق فين. دي طبق دي زي طبق عميق بتاع الشوربة، ده هحطه، ده مش عارفة احطه في مكان الاطباق، فهبدأ احطه تحت جنب الحلة. انا طبعا ما كانش عندي المره دي حلل كتير، يعني انا هنا ممكن بدل الطبق العميق ده ممكن احط حله كمان، ممكن بدل السله دي ممكن احط حله كمان، لو انت بتستخدمي حلل كتير في اكتر من مره. وممكن الاطباق دي هحطها فوق، انا عندي سنون فوق برضو بتتني هتشوفوها، ممكن برضو احطها فوق لو عندي حلل كتير. تاني انا عندي هنا مثلا البلاستيك ده كان مكتوب عليه ان هو ينفع احطه في الديش واشر في غساله الاطباق، فانا حطيته. يعني ما تحطيش اي بلاستيك في الغساله، عشان لا البلاستيك يبوظ ولا الغساله تبوظ. ليه؟ انت ممكن لو حطيتي بلاستيك يعني اسفه في الكلمه رديء شويه او خامته مش جامده، ممكن مع درجه الحراره العاليه ممكن يسيح، فده هيعمل مشكله. هنبدا نرص فوق من ورا لقدام. الاطباق دي طبعا مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، فتبدا تحطي الصغير من الكبير للصغير، يعني لان الرف اللي فوق طبعا مبيبقاش فيه محمل على حاجه كبيره. فانا بحط هنا الاطباق الصغيره الاول قدام الصغير، وورا الاكبر منها بشويه. اهم حاجه طبعا ما فيش حاجه تكون نازله لتحت تخبط في المروحه، بعد الشر بعد الشر تكسر لنا المروحه. انا طبعا عندي كوبايات فهنرجع دي لورا، نبدأ نحط هنا نرص الكوبايات بتاعتنا. طبعا في اماكن كتير للكوبايات، لو لاحظتي ده المكان الاول اللي انا بحط فيه كوبايه، في على الاطراف تحت شفت الاطباق اللي هي اللي في الجنب دي اللي هي لونها جريدي، دي بتتحط عليها مثلا لو عندك مغارف مثلا، اللي هي اللي بتبقى الكبيره دي. طبعا خدي بالك الستيل بيتحط عادي، ما تحطيش جرانيت، ما تحطيش سيراميك، ما تحطيش تيفال، ما تحطيش الومنيوم عشان الالومنيوم بيسود، والباقيين طبعا ممكن يبوظوا منك برضو، الالوان اللي عليهم تروح ممكن، يعني بشكل او باخر ما تحطيش الحاجات دي. يعني احنا زي ما احنا متفقين تحط اي حاجه ما عدا السيراميك، ما عدا الجرانيت، ما عدا التيفال، ما عدا الالومنيوم، ما عدا البلاستيك اللي نوع مش كويس. انا هسيب الحاجات دي طبعا، مش هعرف احطها لانها نفس كانت عندي سيراميك وتيفال، فمش هحطهم. فانت هتيجي تبص هتلاقي معظم الاطباق بتاعتك انت حاططيها. انا كمان بص في اماكن فاضيه كتير هنا، فانا هسيبها داخل الغساله كده. لا يا جماعه احنا حاطين قرص، حاطين قرص. فانا طبعا استنيت كمان، فضلت سايباهم في الغساله، استنيت للعشاء. فلما جيت ابص لقيت الدنيا عماله تزيد مني، وعلى الرغم من كده حطيته في الغساله، وبعد ما غسلت للاسف لقيت اطباق. فكانوا قلت المفروض كنت اشغلهم الصبح بقى لما نفطر بقى. حطيت القرص. طبعا تنشفي مكان القرص كويس جدا، ما تحطيش مكان الدرج بتاع القرص، لازم تنشفيه كويس، لان انا قبل كده ما نشفتوش كويس، لقيت القرص ما اتفضل منه شويه ما دبش، خصوصا لو البرنامج بتاعك كمان مش طويل. القرص بيحب البرامج الطويله شويه. انا هنا على فكره انا هنا استخدمت، لان زي ما انت شايفه انا الاطباق بتاعتي مش يعني ايه، نسبه النظافه فيها الى حد ما كويسه، مش انما لو كان في مثلا الحلل اللي فيها دهون كتير هتضطر تحطي برنامج كبير، ممكن زي الايكو مثلا او الانتنسيف اللي هو بياخد 3 ساعات او ساعتين. انا هنا بقى كنت بالليل اصلا، فحبيت انجز وكمان اطباقي نضيفه، فانا عملت على السوبر. طبعا بتستخدمي تضغطي على الباور الاول،
ضغطت على اخترت سوبر من البروجرام، بتقعدي تتحركي لحد ما توصلي للسوبر وبعد كده ستارت. طبعا انا عملت منبه اول ما عدى 49 دقيقة. رحت للغسالة بتاعتي لان ما فيهاش فتح تلقائي. فلازم اول ما تيجي توصل عند الاند تفتحي الغسالة فورا، بس خدي بالك ابعدي وشك شوية عشان بس البخار اللي فيها. تبدأي تطلعي البخار زي ما انت شايفة كده، هتلاقي البخار بتاعنا طلع. بصي شايفاه كده. تفضلي سايبه الغساله على الاقل نص ساعه مفتوحه، بس خدي بالك لو في اطفال يعني حاولي توربيها حاجه بسيطه، لان ايه عشان ما يحصلش مشكله. هيبهدلوا لي الغساله طبعا. انا فضلت سايباها للصبح. اللي بقى لما صحيت الصبح لقيت مفيش ولا نقطه ميه. رذاذ الميه اللي كان موجود في اسفل الغساله ده مفيش خالص. وما شاء الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده اصلا، بصي طالعه جافه ازاي. ده على فكره قبل ما اسيبها لحد الصبح. الاطباق منوره. انا هنا طبعا ما استخدمتش شغل القرص واستخدمت الملح. هسيب لكم الفيديو ازاي تحطوا الملح في الغساله. ازاي، وفي برضو فيديو ليه نصائح ازاي تحافظي على الغساله بتاعتك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.